وتراجعت لأنه أبان النظام العسكري الجزائري على وجهه القبيح. ومن هذا المنبر أطلب من كل الفنانين وخاصة الفنانات أن يفكرنا الكلام أن يفكرنا في مصلحة الوطن قبل أي ربح مادي وقبل قبول أي دعوة من الجزائر. بحال من زعما بحال لطيفة رأفت. أنا في حل من أذكر الأسماء ولن أعرفها ولن أذكرها وأقولها. ما أذكرش الأسماء ولكن ما أذكرش الأسماء. علاش بالأخص الفنانات لأنه أنا أعلم والكثير منا يعلم أن هناك عندنا مجموعة ديال الفنانات المغربيات تيمشيو يسهروا عند الكولونيل وعلى الجيش الجزائر. اش كتقول السي؟ انا هضر معاك راه تعرف السي بختار الغزير وهضرنا عليها قبل ما ندخلوا. شي انا شي مأكد السي؟ اكثر من مأكد، اكثر من ذلك، اكثر من ذلك. لما تيخرجوا هذوك الفنانات تياخذوا مقابل ديالهم، هذوك تيهضروا عليهم خايبين. وهادشي سمعته انا في باريس. يعني كيديروا سهرات خاصه عند الجيش، لافراد الجيش الجزائري، شي عسكر في الجزائر، العسكر ماشي العسكر، اللي ضد الناس اللي ضد القرايديه الكبار. لا اله. فانا دخلت انا خدتني الغيره على بلادي من بعد ذاك التصريح. ربما تسرعت كفنان، سبسكرايب ناو، ولكن